وكده الأكلة الخفيفة بتاعتنا خلصت النهاردة. بصوا البانيه منفوخ ازاي ولونه جميل ذهبي. بصوا، طبعا عايزة اقول لكم من جوه طري جدا، هي بس الطبقة اللي بره اللي كريسبي. يلا بينا نشوف حضرناه ازاي. صباح الخير، صباح الفل عليكم. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا حابة اعمل مكرونة بشاميل واعمل بانيه فراخ. هبدأ الاول بالبانيه الفراخ بتاعه المكرونه. هعمل المكرونه من جوه كمان بالفراخ مش باللحمه. انا معايا هنا زبده، هبدأ انزل في الطاسه بتاعتي بالزبده. طبعا انا مقطعه صدور الفراخ صغير بالشكل ده. هبدأ انزل بالفراخ الاول، وما اقلبهاش كتير عشان تبدأ تشرب المية بتاعتها او ما تنزلش السوائل بتاعتها كتير. هبدأ انزل ببصلاية كبيرة مفرومة، نحط البهارات بتاعتنا، ملح، سبع بهارات، معلقة صغيرة قوي كده بالشكل ده، خلي طعمها وريحتها رائع جدا. جوز الطيب مطحونة، نص معلقة سماق، نص معلقة صغيرة قوي جنزبيل، فلفل أسمر حلو قوي. نبدأ نقلب بقى، ونسيبهم على النار لحد ما البصلة تدبل والفراخ تستوي. كده الفراخ بتاعتي استوت، هبدأ أشيلها وأعمل البشاميل بتاعي. أنا البشاميل بتاعي مش هعمله بالزبدة الأول، أنا هحمص الدقيق الأول، هنشوف مع بعض. الحلة تنشف، طبعا كمية الدهون بتبقى في الصينية بتاعت المكرونة البشاميل كتير قوي، فانا بعمل ايه؟ بحمص الدقيق الاول وبعد كده بحط معلقتين زبده فقط، بدل ما تحطي 4 أو 5. لا، ما انت حاطه زبده في الفراخ او في اللحمه، فيبقى كفايه قوي. معايا 4 معالق دقيق، هبدا انزل بالدقيق بتاعي. وابدا احمصه بقى، مش عايزين له لون، انما عايزين ريحته تطلع كده. احنا حمصنا الدقيق، مش حمصناه يعني طلعنا ريحته بس، اهو لونه ابيض خالص.
هبدأ انزل عليه. انا اخدت 4 معالق دقيق. هبدأ انزل عليه بكيلو ونص حليب. كيلو ونص حليب. بسم الله. طبعا ايدي فيها المضرب وعلى طول اقلب كده. يبقى 4 معالق دقيق على كيلو ونص حليب. يعني هنبدأ نحط الملح بتاعنا. طبعا هنحطه وندوق. ونحط فلفل اسمر مش كتير عشان ما يغمقش البشاميل بتاعه. نبدأ نقلب. وبعدين ننزل بمعلقتين زبدة، معلقتين 2 فقط. يبقى احنا كده حطينا له زبدة وما حطيناش كتير، ال5 معالق. يعني انت حطيتي 4 معالق دقيق مثلا زي كده. ال4 معالق دقيق دول بياخدوا من 5 ل6 معالق زبدة. طيب ليه احط 6 معالق زبدة هنا واحط هنا 3 معالق زبدة؟ يبقوا 9 معالق زبدة. طيب وبعدين الدهون دي ضارة انتوا عارفين. فالواحد على قد ما يقدر يخفف. وعلى فكرة الحاجة بتطلع حلوة جدا. يعني اما تخلص الصينية هتشوفوها. انا حطيت معلقتين هنا وهنا معلقتين، 4 معالق في الاكلة كلها. حلوة قوي وهتطلع طعمها جميل. خلص البشاميل عشان نبدأ في البانيه. انا جبت المكرونه بتاعتي حطيتها هنا. طبعا انا كنت سلقه المكرونه من الاول اهي. معايا صينيه فيها زبده دهنها كويس. هبدا اخد شويه من الخليط واقلب المكرونه بتاعتي كويس. هاجي اخد الصينيه بتاعتي احط فيها نص المكرونه. سوينا المكرونه بتاعتنا كويس. ابدا انزل بالفراخ بتاعتي. اسوي بقى. انزل ببقيه المكرونه. انا ما بحبش المكرونه كتير، يعني تكون مليانه مكرونه. لا، انا بحب المكرونه بتاعتها تكون خفيفه ومتغطيه بالبشاميل كويس، عشان تحسي ان انتي بتاكلي مكرونه بشاميل حلوه، مش كلها مكرونه وتحسيها ان هي عاليه قوي ومكتومه. لا،
انا بحبها كده خفيفه